بيبدأ الفيلم بتاعنا بقصة حصلت زمان ما بين البشر ومستحضري الأرواح، وساعتها تحالفت التنانين مع البشر علشان يحاربوا مع بعض ويبقوا قوة واحدة، وفعلا قدروا إنهم يهزموهم، واتكونت علاقة خاصة بين التنانين ومجموعة صغيرة من الناس اللي قلوبهم نقية. لكن بعد ما الإمبراطور ما مات وجه مكانه إمبراطور جديد، حس بالغيرة من القوة دي، فبدأ يصطاد التنانين ويسجنهم، وكمان أذى الناس اللي كانوا متحالفين معاهم واللي اسمهم حراس التنانين. وبنيجي بقى للوقت الحاضر، وبنشوف واحد اسمه السيد دياو، وهو بيتفق مع تاجر انه يشتري منه دم التنين، بس بيطلب منه يجربه الاول. فبيوافق التاجر وبيحط دياو ايده في دم التنين، وبيلاحظ انه خف من المرض الجلدي اللي عنده، فبينبسط وبيقول له التاجر طالما ما عجبك ادينا 20 قطعة ذهبية زي ما اتفقنا. فبيرد عليه انه هيديله 1000 قطعة ذهبية لو جاب له تنين حي. فبيتريق عليه التاجر وبيقول له تنين حي مرة واحدة؟ انت فاكر نفسك الامبراطور؟ وبيهدده يدفع له فلوس. فبيديله فلوس، وقبل ما بيمشي المساعد بتاع دياو بيسيب عند التاجر بنت صغيرة وبيمشي. وقتها بيسمع التاجر صوت البنت وهي بتعيط، فبيطلب من عامل عنده يروح يشوف ايه الحكاية. فبيتفاجئ بالبنت وبيستغرب انها لما بتعيط بتحرك الصخور اللي حواليها، فمن فضوله بيلمس صخرة منهم والصخر كله بيقع. فبياخدها وبيروح بيها للتاجر اللي بيقرر ياخدها معاهم للقرية بتاعتهم. والبنت طول الطريق ما بتبطلش عياط، والتاجر بيبقى متضايق من صوتها جدا، لحد ما اخيرا بيوصلوا لقريتهم. وبعدها بيدي البنت الخدامة عنده اسمها لومة علشان تربيها. واول لما البنت بتسمع صوت التنانين بتسكت وبتفضل تضحك، والخدامة لومة بتعرف ان اسمها بنج من سلسلتها. وفي الوقت ده بيوصل السيد دياو لمامته اللي بتكون مريضة، وبيقول لها انه جاب لها الدواء اللي هيشفيها واللي هو دم التنين. فبتقول له انه خلاص فات الاوان، وبتشوف ايده وبتكتشف ان عنده نفس المرض اللي عندها. وقبل ما تموت بتقول له انه ما يقلقش على الطريقة اللي هيموت بيها، ولكن لازم يقلق من الطريقة اللي هيعيش بيها. فبيعيط وبيقول لها ما تقلقيش، ده مش هيكون قدري. وبتعدي السنين وبنشوف بنج بعد ما كبرت شويه، وبتصحيها لومة الست اللي ربتها وبتعتبرها بنج مامتها، واللي بتقول لها قومي النهارده يوم الاطعام. فبتفرح بنج لانها هتروح تاكل التنانين. فبتفهمها مامتها وهي بتجهز الاكل انها هي اللي هتروح تاكل التنانين، وان بنج هي اللي هتروح تاكل الفراخ. فبتتضايق بنج وهي بتاكل الفراخ، وبعدها بتلم البيض وبتسلم على الفرهوه اللي هي مربياه، واللي بيكون عايز ياكل البيض اللي معاها، بس هي بتمنعه وبتمشي. بس هو مش بيسكت وبينط جوه سله البيض. وهي خارجه بتشوف التاجر اللي لقاها وهي صغيره واللي بتكون شغاله عنده، وبتسمعه وهو بيسال على سله الاكل. فبتروح تعرف مامتها، فبتشوف بنج جابت كام بيضه. وقتها بتسمع التاجر وهو بيستعجلها وبيزعق لها، فبيستغل الفرهوه الفرصه وبينط من سله البيض لسله الاكل. وبعدها لومة بتخلي بنج تساعدها انها تشيل السله، فبتساعدها وبتروح بسرعه للتاجر اللي بيزعق لها على التاخير، وبيأمرها تمشي وراهم بالاكل بسرعه. فبتمشي لومة وهي مش قادره، فبتقع وبيقع منها شويه اكل من السله. فبتعتذر للتاجر اللي بيتعصب عليها وبيهددها انها لو ما قامتش بسرعه ولمت الاكل هيضربها. فبتحاول لومة بس ما بتقدرش، فلسه هيضربها بتمنعه بنج وبتقول له انها هي اللي هتشيل السله بدلها. فبيتريق عليها التاجر والناس اللي معاه بيراهنوا عليها بفلوس انها مش هتقدر تشيل السله. فبتتحداهم بنج وبتقول للتاجر انها هتقدر تشيلها للمكان اللي هو عاوزه. وفعلا بتشيل بنج سله الاكل وبتوصل بيه للمكان اللي فيه التنانين. فبيأمرها التاجر انها ترمي الاكل للتنانين، بس هي بتشوف الفار هوا وسط الاكل فبتخاف عليه. فبيمسك هو السله وبيرمي الفار بالاكل للتنانين. وبعدها بيأمرها التاجر انها تروح. فبتروح بنج تستخبى وبتشوفهم هم خارجين من المكان، وبترجع تاني للفار هوا علشان تنقذه قبل ما التنانين ياكلوه. فبتجيب حبل وبتنزل بيه، بس المشكله ان الحبل بيكون قصير. فبتنط وبتنزل وسط الاكل، وبتلاحظ انها اتعورت في ايديها. وبعدها بتلاقي الفار هوا بيجري عليها وهو خايف. فبتشوف التنين اللي اسمه دنزة جاي وراه، فبتخاف بنج ومتبقاش عارفه تعمل ايه. وبعدها بتشوف تنينه تانية اسمها لويو، واللي بتخرج منها قوه سحريه لونها ازرق علشان تعالج بيها ايد بنج. وبتتفاجئ بنج من اللي حصل وبتشكرهم، فبيسيبوها وبيروحوا للبيضه بتاعتهم. فبتروح بنج وراهم وبتلاقي البيضه بتلف حواليها، وبعدين بترجع تاني مكانها. فبتقول للتنانين انها ما كانتش تقصد انها تنزل للمكان بتاعهم، وانها نزلت بس علشان تنقذ الفار صاحبها. وهي بتتكلم معاهم بتفتكر مامتها، فبتقول لهم انها لازم ترجع لمامتها بسرعه علشان ما تقلقش عليها. فبيساعدها التنين دنزة انها توصل للحبل، وقبل ما بتمشي بترجع تعرفهم ان اسمها بنج. وفي الطريق بتسمع صوت باب بيتفتح، فبتروح للباب وبتدخل المكان ده، وبتتفاجئ بالرسمه اللي على الحيطه بتتحرك وبيخرج منها لؤلؤه مضيئه بتعديها من الحيطه على كهف. وبتفضل بنج ماشيه ورا اللؤلؤه دي، وبتظهر لها التنينه لويو وبتقول لها ان اللي معاها دي بيضه، وبتطلب منها تبص جواها كويس. فبتشوف بنج تنين
تنين صغنون وبتسميه كاي، وبتعرفها ان كاي لازم يفضل في البحيرة دي لان المية بتاعتها بتساعد على إذابة قشرة البيضة وتخلي كاي يتولد. وهي بتمشي بتسمعها بتقول لها ساعدينا يا بنج، انت الوحيدة اللي هتقدري تساعدينا. فبترد عليها انها مجرد خدامة، فبتعرفها انها مش خدامة وانها حارسة التنين، وبتخلي السلسلة بتاعتها اللي هي لابساها تنور بشكل غريب، وبيطلع ان كل ده كان حلم. وبتصحى بنج على هزة قوية وبتلاحظ ان سلسلتها بتنور فعلا، فبتسأل مامتها هو في ايه، فبتعرفها ان الهزة دي والعاصفة معناهم ان في تنين من الاتنين مات. فبتزعل بنج وبتخرج من البيت، فبتشوف نور قوي خارج من المكان اللي فيه التنانين، وبتستخبى لما بتشوف التاجر وهو بيأمر عماله انهم يجيبوا التنينة اللي ماتت ويقطعوها قبل ما تفقد سحرها. وبنج بتشوفهم وهم بيقطعوها وبتفضل تعيط، وبعدها بتسمع نفس صوت التنينة اللي كانت في الحلم وهي بتقول لها ساعدينا يا بنج، انت الوحيدة اللي هتقدري تساعدينا. فبتعيط لانها مش قادرة تعمل لها حاجة وبتنام مكانها. وتاني يوم الصبح بتصحى بنج على صوت جرس، وبتشوف السيد دياو مستشار الامبراطور والقائد ومجموعة من العساكر وصلوا لقريتهم، وبتشوف كمان التاجر وهو بيستقبلهم. بعدها بتجيلها مامتها وبتسألها هي راحت فين امبارح، فبترتبك وما بتعرفش تقول لها حاجة. فمامتها بتقول لها طب خدي الشاي ده ودخليه للسيد دياو. فبتدخل المكتب وبتسمع السيد دياو وهو بيأمر القائد انه يحبس التنين دانزا جوه القفص، وده علشان ياخدوه للامبراطور ويموتوه، والامبراطور يستخدم دمه وهو طازه علشان يخف من المرض اللي عنده. فبيفهموا القائد ان دخول التنين دانزا جوه القفص مخاطره كبيره وحاجه مش سهله، وان قتله اسهل من انهم يدخلوه عايش جوه القفص. وقتها بينط الفرهوه جوه طبق الاكل، فبيطلب السيد دياو من بنج انها تحط الشاي وتمشي، بس بيلاحظ انها بتستخدم ايديها الشمال، فبيشك فيها وبيسالها هو انت مش بتستخدمي ايدك اليمين علشان عندك مشكله ولا في سبب تاني؟ فبترتبك وبتتفاجئ لما بتشوف الفرهوه جوه طبق الاكل. فبيمسكوا دياو وبيشك فيها اكتر، فبيحط الفار صاحبها جوه الكوبايه وبينزل عليه الشاي السخن. فبتخاف بنج عليه وبتخرج من ايديها طاقه سحريه بتبعد البراد من ايده، فبتستغرب بعدها ازاي ده حصل. فبيمسك سلسلتها منوره وبيعرف انها حارسه التنين، فبيقول للقائد انه لقى حل لمشكله دخول التنين جوه القفص، وعلى طول بياخدها هو والقائد للتنين دانزا وبيقفوا قدامه، وبيحط دياو سلاح على رقبه بنج. فبيغضب التنين دانزا وبيبقى عايز يهجم عليهم بس ما بيعرفش بسبب باب الحديد. فبيقول للقائد انه متاكد ان دانزا مش هيضايقهم بكره لما يطلبوا منه يدخل جوه القفص، وده لان التنانين ممكن يضحوا بحياتهم علشان يحموا الحراس بتوعهم. وتاني يوم الصبح العساكر بيخرجوا التنين دانزا وهم رابطينه بسلاسل من كل مكان، وعلى السطح من فوق بيبقى واقف دياو وماسك بنج علشان ما تهربش. فبيشوفها دانزا وبيمشي مع العساكر لحد القفص، فبتقول له بصوت عالي ما تدخلش القفص لانها عارفه هيعملوا فيه ايه. ومره واحده بتخرج منها طاقه كبيره بتوقع دياو واللي معاه، وساعتها بيستغل دانزا الفرصه وبيطلع لها علشان يديها البيضه اللي فيها كاي. فبنج بتحط البيضه في شنطتها وبتجري بسرعه، ودياو بياخد باله من البيضه اللي معاها، فبيأمر الحراس انهم يمسكوها، بس هي بتقدر تفلت منهم وبتجري باقصى سرعه. وقتها دياو بيخرج من هدومه عنكبوت مدربه وبيخليه يخدر بنج، فبتتأثر بنج بالمخدر وبتبقى مش قادره تمشي لحد ما كانت هتقع من مكان عالي. فبيمسكها دياو من شعرها علشان ما تقعش، فبيشوفها دانزا وبيغضب جدا، وكل الحراس وقتها بيخافوا منه، وبيقدر يخرج من المكان وبيكسر الحديد اللي في رجليه وبيروح ينقذ بنج. بس لما بيوصل لها بيلاقي دياو ماسك بنج بايد والبيضه بالايد التانيه، فبيقول له انه هيعمل له اختبار يعرف منه هو حابب ينقذ مين فيهم. ومره واحده بيرمي الاتنين في الهواء، فعلى طول بيجري دانزا وبينقذ بنج وبيطير بيها بجناحاته العملاقه. وقتها دياو بيخلي العنكبوت بتاعه يمسك البيضه اللي بيفرح بيها جدا، لكن بيتفاجئ بدانزا وهو راجع له عشان يهجم عليه وياخد منه البيضه، فبيخاف منه وبيطلع يجري. فبينقذه القائد وبيصوب عليه سهم بيجي في جناحه، فبيخاف على بنج وبيطير بيها بعيد عن المكان. بعدها القائد بيروح للسيد دياو وبيطلب منه يديله اللؤلؤه، وبنعرف انهم فاكرينها لؤلؤه الخلود، فبيديها له دياو وهو مش حابب ان هو ياخدها منه. وبنروح لبنج ودانزا بنلاقيه بيطلع طاقه سحريه من عينيه بتعمل موجه بتساعدهم على النزول بسلام، وبيخرج بيها للشط وبيطلب منها انها تصحى. فبتصحى بنج وبتستغرب انه بيتكلم، فبيعرفها انه مش بيتكلم وانها سامعه صوته لانها حارسه التنين. فبعدها بتقول له بنج انها لازم ترجع بسرعه لمامتها، فبيقول لها ما ينفعش تمشي وتسيبي موضوع كاي. فبترد عليه انه تنين كبير وهيقدر ينقذه لوحده، فبيزعق لها وبيقول لها ان التنينه لويو وثقت فيها ولازم دلوقتي يتحركوا بسرعه لمدينه تاشنغان وينقذوا كاي قبل ما ياخدوا منه قوته. فبتمشي بنج معاه وهي مضطره، وفي الطريق بتقول في سرها ان التنين دانزا ده تنين سوسه، وانا لو اعرف انه هيعمل معايا كده ما كنت ساعدته. وبعدين ايه الشعاع الازرق اللي بيخرج من عينه ده؟ فبيقول لها دي قوه تشي. فبتستغرب انه بيقرا افكارها وبتقول له طيب بما انك سامعني بقى يبقى نتكلم
كلام عادي، انا عندي اسئله كتير جدا زي ايه هي قوه تشي وليه هي عندي وجت منين اصلا وايه علاقتي بكاي او بالتنانين عموما. فبيقول لها ان قوه تشي هي طاقه روحيه موجوده في شويه من البشر المختارين. فبتقول له يعني افهم من كلامك ان انا مختاره؟ فبيقول لها ايوه، بس لازم تتعلمي ازاي تستخدميها. وبالليل بنشوف السيد ياو وهو قاعد جنب القائد في الصحراء علشان يستريحوا من السفر، وبتجيله فكره انه يسرق منه اللؤلؤه، بس القائد بيكون ناصح وبيحميها. وتاني يوم الصبح بنشوف بنج وهي تعبت من كتر المشي، ودانزا بياخدها لطريق مختصر وبيعرفها انهم هيعدوا من على الجسر ده. فبتخاف بنج انها تعدي من على الجسر المتكسر ده، بس بتبقى مضطره انها تعدي من عليه. فبتعدي وهي بتقول لنفسها ما تبصيش لتحت، ومره واحده بتلاقي الجسر بيتحرك جامد، وده لان دانزا هو كمان بيعدي من عليه. فبيقول لها ما تخافيش وكملي زي ما انتي. فبتزعق له وهي بتقول له بص بقى، انا من ساعه ما عرفتك وانت عمال تتحكم فيا، مش هترجعي لمامتك يا بنج، هتساعدي كاي يا بنج، وكمان مش بتجاوبني على كل اسئلتي. فبيلاحظ دانزا وهي بتتكلم ان حبل الجسر بيتقطع واحده واحده، وفي الاخر بيلاقيها بتقول له اوعى لو سمحت انا عايزه اروح. وفجاه حبل الجسر بيتقطع وبيقعوا هما الاثنين، لكن على اخر لحظه بيقدروا يمسكوا في حبل بيتقطع برضه. فبتخرج بنج جوه التيش بتاعتها وبتوصل الحبل ببعضه، وبالعافيه بتطلع هي ودانزا، وبتبقى مش مصدقه ان عندها قوه بتعمل كده، بس بتنصدم لما بتشوف قدامها كوبري كان ممكن دانزا يخليهم يعدوا من عليه عادي. فبيضحك عليها دانزا وبيمشي، فبتمشي وراه وهي متغاظه منه، بس بالليل بتاخد حقها منه وهي بتخيط له جناحه المقطوع بمنتهى الطيبه والحنيه. وتاني يوم بيوصل القائد ودياو لقصر الامبراطور وبيسلم للامبراطور اللؤلؤه، فبياخدها ابنه وبيديها لباباه اللي اول لما بيقرب منها بيتحسن. وقتها بنج بتحس ان كاي في خطر، فبيقلق دانزا وبيجري بيها بسرعه. وبنشوف بعدها الامبراطور بعد ما خف خالص وبيقول للسيد دياو انه هيديله مكافاه كبيره. فدياو بيبقى كل همه انه ياخد منه اللؤلؤه، فبيقترح عليه انه يديله اللؤلؤه اللي معاه علشان يخرج منها قوه تخلي الامبراطور يعيش حياه ابديه. فبيخلي الامبراطور ابنه يرد عليه، فبيقول له انهم لو عملوا كده هيبقوا بيتحدوا الالهه. فبيقول له الامبراطور سمعت الرد يا سيد دياو، فبيعتذر على سوء تفكيره وبيمشي وهو متضايق. وبعد شويه بيروح للمكان السري بتاعه وبينده على مساعده، فاول لما بيروح له بيرحب برجوعه جدا. فبيعرفه دياو انه عاوز يسرق اللؤلؤه علشان يبقى قوي ويعيش حياه ابديه، بس مش عارف ده يحصل ازاي. وقتها بيسمع صوت بنج جاي من السلسله بتاعه المساعد بتاعه، فبياخده وبيتفق معاه على خطه، وهو بيفكروا انه هيقدر يأذيه لو ما سمعش كلامه. وقتها دانزا وبنج بيقفوا قدام القصر وبيلاحظوا انه عليه حراسه مشدده، فبتقول له بنج انهم محتاجين لخطه علشان يدخلوا للقصر ده. فبيقول لها ولا خطه ولا حاجه، انت بس امسكي فيا كويس. ومره واحده بينط بيها من فوق الشلال وبينزل بيها في الميه، وبتخرج بنج من الميه وهي متضايقه انها مبلوله، فبينفخ وبينشف لها هدومها. فبتشكره وبعدها بتساله عن المكان الجميل ده، فبيقول لها ان المكان ده محفور فيه ذكريات الحرب اللي كانت ما بين التنانين ومستحضري الارواح، وبيحكي لها انهم تعبوا جدا علشان يهزموهم. فبتشاور على صوره تنين وبتساله هي دي صورتك؟ فبيقول لها لا، دي صوره الملك بتاعنا اللي اتصاب في الحرب دي واخدناه وطرنا بيه للمحيط اللي الميه بتاعته بتشفي الجروح. وبيعرفها كمان ان في الحرب دي اول مره البشر والتنانين يتحدوا مع بعض، وبيوقفها قدام الحيطه اللي هيعدوا منها ويوصلوا للقصر. وقتها بيجي لهم مساعد دياو، فبيطلب دانزا من بنج انها تستخبى وراه، فبيفكر دانزا بيه وبيعرفوا انه كان حارس التنين لويو. فبتنبهر بنج لما بتعرف انه حارس زيها، فبيقول لهم انهم مش هينفعوا يدخلوا القصر من الحيطه دي، وبيعرفهم انه يعرف مكان افضل منه. فبيستخدم قوه تيشي بتاعته وبيبعد صخره وراها مدخل يوصلهم للقصر، بس بيقول لدانزا انه مش هيقدر يدخل معاهم لان المخرج بتاع المكان ده صغير ومش هيقدر يعدي منه لان حجمه كبير. فبيوافق دانزا وبتدخل بنج لوحدها مع المساعد دياو لمكان اسمه المدينه المنسيه، وبيعرفها ان المكان ده فيه مستحضري الارواح اللي البشر حاربوهم زمان، وبيعرفها ان قوه تيشي ممكن تصحيهم من تاني، وبيقول لها انه هيعلمها ازاي تتحكم في قوتها. فبيعلمها طريقه تمسك بيها الفراشات بقوه تيشي بتاعتها وتحطها جوه السله. فبيقول لها ان كل اللي عليكي انك تحسي بالفراشه وانت ماسكاها. فبتفتح بنج السله وبتستخدم قوه تيشي بتاعتها وبتمسك الفراشه، لكن بالغلط قوتها بتيجي في تابوت جواه مستحضري الارواح. فبيخاف مساعد دياو انه يصحى وبياخدها وبيركبوا مركب علشان يوصلها للقصر. وقتها واحد من الحراس بيشوف التنين دانزا وهو بيهجم على القصر، فبيطلب من جميع الحراس انهم يستعدوا علشان هيواجهوا التنين. فدانزا بيستخدم
بيستخدم قوته وبيعمل موجة كبيرة بتخليه يعدي من فوق الحراس ويدخل جوه القصر. ومن الناحية التانية مساعد دياو بيخرج بنج من فتحة الخروج وبيوصيها انها تاخد بالها من نفسها، فبتشكره وبتدخل جوه القصر. بعدها بيفضل مساعد دياو يأنب نفسه على اللي هو عمله، بس بيفتكر دياو اللي ممكن يعمله فيه. وفي الوقت ده بتقدر بنج توصل لأوضة الامبراطور، وبتسمع واحد من الحراس وهو بيبلغ الامبراطور والقائد ان في تنين هجم على القصر. فالامبراطور بيأمر القائد انه يخلص عليه، فبيطلب القائد من العساكر ان مجموعة تيجي معاه ومجموعة تفضل مع الامبراطور. فدانزا بيشغل القائد والعساكر لحد ما بنج تجيب البيضة. وقتها بتشجع بنج وبتروح للامبراطور وبتعرفه انها مش جاية تزعجه، وانها جاية علشان تاخد منه البيضة اللي فاكرها لؤلؤة. فبينصدم من طلبها وبيأمر العساكر يقبضوا عليها، ولسه هيمسكوها بتطلعهم بره بقوتها. وبمجرد ما بتاخد منه البيضة حالته بتسوء، فبتحط بنج البيضة في السلة وبتطلع تجري بيها. وقتها بيدخلوا الحراس فبيقول لهم الامبراطور اقتلوها، فبيرموا عليها اسهم كتير بس بتقدر تهرب وبتطلع على سطح القصر. فبتشغل الحراس عن دانزا وبتقول لهم ان اللؤلؤة معاها، وبتمثل انها اتصابت بسهم وبتوقع من ايديها السلة. فبيستغل دانزا الفرصة وبيهرب. وبنج هي كمان بتدخل جوه القصر وبتراقب الحراس بعد ما جابوا السلة واكتشفوا ان فيها فراشات مضيئة. وبتتفاجئ بعدها ان واحد من الحراس عايز يقتلها وبتطلع تجري منه، بس بتقع منها البيضة. فعشان تجيبها بتنيمه بقوتها، ولما بتروح تجيب البيضة بتلاقيها مع الامير ابن الامبراطور، فبتطلب منه يديها البيضة. فبيقول لها مستحيل اديك اللؤلؤة، فبتقول له انها مش لؤلؤة وانها بيضة فيها تنين صغير. فبيضربها لما بتحاول تاخد منه البيضة غصب عنه، فبترد له الضربة وبتاخد منه البيضة وبتطلع تجري. فبيرمي عليها حاجة زي بصامة فبتدوسها عليها وبيبان على الارض اثر خطواتها، وبتفضل تجري بيها لحد ما بتدخل المكان السري علشان تقابل مساعد دياو وبتعرفه انها نجحت انها تجيب البيضة. وبتفضل ماشية بيها وهي فرحانة لحد ما لقت السيد دياو مستنيها علشان ياخدها منها. فبتفهم الخطة اللي عملها عليها مساعد دياو. فدياو بيخلي العناكب بتوعه يهجموا على بنج علشان يخدروها، وبياخد منها البيضة بمنتهى السهولة. وبعدها بيرجعوا العناكب كلهم لمكانهم، وبتقع بنج على ايد مساعد دياو وبتقول له ليه عملت كده. فبيشربها دواء وبيروح يركب المركب مع السيد دياو. وفي الوقت ده بيروح الامير يعرف القائد ان البنت خدت البيضة وهربت، وبيقدر القائد يعرف مكانها من خلال اثر رجليها. وبنرجع لبنج بنلاقي الدواء اللي خدته بيخرج من جسمها المادة المخدرة، فبتقوم بسرعة علشان تلحق دياو. بس بيدخل عليها القائد وبيسألها عن البيضة، فبتحكي له اللي حصل. فبيقول لها انه عارف ممكن يلاقي السيد دياو فين. وفي مكان تاني بيوصل دياو والمساعد بتاعه وبيستعد علشان يستخدم قوة البيضة. وبعدها بيكلم مامته بيقول لها انه ما قدرش يغير مصيرها، لكن هو هيقدر يغير مصيره. وبيقول لها ان قوة تشي اللي في البيضة دي هتخليه يبقى اقوى من الامبراطور ويعيش حياة ابدية. وقبل ما يستخدم قوة تشي بيخلي الحشرات بتوعه يهجموا على المساعد بتاعه. وبعدها بيدخل جوه التابوت وهو بيقول لاخر مرة هشوف العالم بعيون انسان. وبيبدأ ياخد كل القوة اللي في بيضة كاي. في الوقت ده بيوصل القائد ومعاه بنج للمكان اللي فيه دياو. فبنج بتطلب من الفرهوة انه يروح يعرف التنين دانزا على كل اللي حصل. بعدها بيطلب القائد منها انها تفضل مكانها وهو هيروح لدياو، بس ساعتها الحشرات بتهجم عليه وبنج بتنقذه منهم. وبتروح تشوف مساعد دياو وبتلاقيه بيخرج منه المادة المخدرة وبيفوق. فبتطلب منه بنج انه يساعدهم في انهم يرجعوا بيضة كاي. فبيبص للتابوت وبيقول لها خلاص فات الاوان. وقتها بيوصل الفرهوة لدانزا وبيعرفوا ان بنج في خطر، فبياخده وبيجري بيه علشان يلحقها. ساعتها بياخد المساعد بنج والقائد للمكان اللي فيه البيضة. فبيتحرك القائد علشان يجيبها، لكن المساعد بيمنعه وبيعرفوا ان المكان ده بيستنزف قوة اي حد. فالقائد ما بيهموش الكلام ده وبيبعدهم وبيدخل جوه. فبينقذوا المساعد بعد ما استنفذت قوته وكبر في السن. وبعدها مساعد دياو بيسحب البيضة بكل قوته، فبيضعف جدا وبيديها البنج وبيقع وبيختفي من المكان. بعدها المكان بيتدمر وبتخرج كمية كبيرة من قوة تشي وبتوصل جوه المدينة المنسية. فبتصحي مستحضر الأرواح وبيبقوا شبه الزومبي وبيتحركوا كلهم على المكان اللي فيه دياو وبنج. بعدها بيخرج دياو من التابوت وهو وحش قوي جدا وبيقرب على بنج علشان ياخد منها البيضة. فبترفض وبتقدر تبعده بقوتها، وبتكتشف ان القوة اللي بعدته بيها خلته أقوى وحجمه أكبر. فبتدي البيضة للقائد وبتطلب منه يحافظ عليها. فبيقول لها ما تخافيش هحافظ عليها بحياتي. فبتقول له بعدها يخرج بسرعة من المكان.
فبيخرج القائد وبينصدم لما بيشوف قدامه مستحضر الارواح. بعدها دياو بيهجم على بينج علشان يخلص عليها، بس بيوصل دانزا في الوقت المناسب وبيدافع عنها، وبعدها بيحاربوا بعض. ومن الناحيه التانيه القائد بيحارب مستحضر الارواح اللي عايزين ياخدوا منه البيضه. وقتها بتوصل مجموعه من العساكر وبينقذوا القائد وبيحاربوا معاه. وبنرجع لدانزا فبنلاقيه لسه بيحارب دياو، وبيقعوا هما الاتنين من مكان عالي، بس بعدها بيقدر يطلع. وبتتفق معاه بينج على خطه، وهي انهم ينفخوا كميه كبيره من قوه التش بتاعتهم على دياو. فجسم دياو فضل يكبر لحد ما دمر المكان. فبياخد دانزا بينج وبيطلع يجري بيها بسرعه من المكان. ولما دياو بيموت بتخرج منه كل قوه تشي اللي بتقضي على مستحضر الارواح. والقائد بعدها بيسلم بيضة كاي لبينج، فدانزا بياخدها وبيطير بيها علشان يوصلوا للبحيره اللي هيتولد فيها كاي، وبيطلع بيها فوق السحاب وبيعرفها ان دلوقتي الرياح هي اللي هتوصلهم للبحيره. ولما بيوصلوا دانزا بيكون تعبان من الجروح اللي في جسمه بسبب دياو، وبيطلب منها تدخل الكهف ده لان فيه حوض الولاده. فبتسيبه وبتدخل جوه الكهف وبتحط بيضة كاي جوه الميه. وبعد شويه بتتفاجئ لما بتشوف كاي اتولد، فبتفرح بيه جدا. وبعدها بترجع لدانزا وبتنصدم لما بتشوف ان فيها عاصفه هتقوم، وبتفهم ان كده دانزا هيموت. فبتروح تطمن عليه وبتلاقيه بيقول لها انه خلاص قرب يموت. فبتقول له قوم احنا هنروح عند الميه اللي بتشفي الجروح. فبيعرفها ان الميه دي بعيده قوي عليهم، وبيوصيها انها تاخد بالها من كاي لانها هي حارسة التنين. فبتحزن بنج جدا بس بترفض انها تستسلم. فبتطلب من كاي وهوا يبعدوا، وبترفع دانزا بكل قوتها وبتطلعه فوق السحاب علشان الرياح توصله للميه اللي هتشفيه. بس بعد كده بتقع من كتر التعب بسبب كميه قوه تشي اللي استنزفتها. وبعدها بترجع لمدينتها ومعاها كاي بعد ما الامبراطور ودياو ماتوا. وبس كده. وكالعاده لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب. باي باي.